أنا اسمي مصطفى. كنت في العشرينات من عمري، عايش في قرية بسيطة وكلها فلاحين. كنت كل يوم بروح الزرعة بتاعتي وألم المحصول وأشوف البهايم وأرعى الأرض بتاعتي وحياتي كده. ووقت العصاري كده كنا بنتلم كلنا تحت شجرة الصن عند الترعة، وكل واحد فينا بيحكي كل اللي هو حصله طول اليوم. نخلص حكاياتنا ورواياتها ونروح على بيوتنا اللي من بعد العشاء بتبقى البلد كلها ساكتة وفاضية وما فيهاش صريخ من يومين، لأن كلنا بنشقى وبنتعب على رزقنا. وأنا الحمد لله من عيلة مبسوطة ومتيسرة الحال جدا جدا جدا. عيلتي كبيرة في البلد وليها هيبتها. وفي طريقي وأنا مروح البيت كل يوم كان بيت جارنا اللي متجوز من سنة وسافر وساب مراته مع أمه ست كبيرة جدا في السن. وأنا بصراحة كنت برعاهم، وكنت دايما أسألهم لو محتاجين أي حاجة أو عايزين أي حاجة، ولو عايزين حاجة كنت بروح أجيبها لهم، ولو محتاجين أي حاجة كنت دايما بعملها لهم. كنت دايما مراته بتطلب مني إن أنا أعمل لها الغلة وتديني شوية الغلة وأنا أرجعه لها طحين، ودايما كنت منزله والشوال كان بيبقى تقيل جدا الصراحة. وفي مرة من المرات وانا بنزل الشوال لقيتها بتقولي استنى لما اجي انزله معاك. استغربت ونزلته معايا وهي بتنزله لقيتها بتحسس على جسمي بطريقة مريبة، حسستني وقتها بالكسوف والإحراج. بصيت لها وانا مكسوفة، حطيت وشي في الأرض ولقيتها هي بتضحك ضحكة غريبة كده عمري ما انساها. نزلنا الحاجة من على الحمار ولقيتها بتقولي استنى علشان انا عايزاك تدخلهولي جوه. وراحت مخلياني ادخله فعلا جوه. دخلت البيت وقلت لها عايزة تحطيه فين؟ قالت لي حطولي هنا على جنب الفرن. وانا بحطه جنب الفرن لقيتها قربت عليا وبستني، وكان اول مرة اعرف يعني ايه بوسة، واول مرة ابوس حد او اقرب من واحدة عموما. حسيت بكهربا وكنت مكسوف ومحرج جدا جدا، وهي بتبصلي عادي ولا كأنها عملت أي حاجة ولا مكسوفة. بتبصلي وهي بتضحك وفرحانة. طلعت أجري وروحت مرضتش أتكلم معاها. بس مش عايزة أقول لكم من ساعة ما روحت طول الليل وأنا عمالة أفكر في البوسة والكهرباء اللي حصلت لي دي، وما كنتش عارف خالص خالص أخرج من جوه البوسة دي ولا من إحساسها. كل شوية أفتكر إحساس البوسة اللي الست دي بستهالي. نمت وصحيت وأنا غرقان طبعا. انتوا فاهمين يعني ايه غرقان والكلام ده. استحميت وفطرت ومشيت وتوكلت على الله وركبت الحمار. وأنا ماشي والأول مرة لقيتها قدام البيت، لقيتها قدام بيتها وهي حاجة مش طبيعية إن هي تقف قدام البيت وبالنهار. ولقيتها بتقولي ان هي عايزاني اجيب لها برسيم وانا راجع علشان خاطر المعيز بتاعتها. فقلت لها ماشي. رحت ارضي فعلا زي كل يوم وانا راجع جبت لها حزمة البرسيم واديتها لها. ولقيتها بتقولي ممكن تعدي عليا بعد العشاء علشان عايزة ادخل البهايم وعايزاك تدخلهم معايا الزريبة اللي هو الحوش. كنت مستغرب بصراحة بس برضه قلت لها ماشي. وروحت البيت وفعلا بعد العشاء خرجت من بيتنا، وطبعا كانت الدنيا هص هص والناس كلها نايمة. عندنا في القرية في الفلاحين بيحصل كده لأن الناس كلها بتصحى من بدري قوي. ودخلت البيت عندها ولقيتها طبعا لقيت حماتها في سابع نومة. دخلت معاها البهايم زي ما طلبت مني، وبعد ما خلصنا لقيتها بتقولي استنى لحسن انا عايزاك. فكرتها عايزة حاجة مني ولا حاجة اجيبها لها، لكن لقيتها بتقولي عايزاك تغير لي اللمبة بتاعة الأوضة علشان اللمبة محروقة. ولقيتها دخلت الأوضة، بس الغريبة بقى ان الأوضة كانت منورة وضلمت لما هي دخلت. فانا كنت واقف مستغرب ومش قادر افهم هي عايزة ايه. فراحت قايلالي انت هتفضل واقف كده عندك ولا ايه؟ فرحت داخل الأوضة وأنا بدخل الأوضة لقيتها بتقفل الباب وبتقولي امسك ايدي لحسن أنا مش شايفة من الضلمة. طب ما انتي اللي قفلتي الباب وفجأة وبدون أي مقدمات
لقيتها قربت عليا وبستني وفضلت تبوس فيا، وانا بصراحة انهارت. وحصل اللي حصل، وعملنا مع بعض كده تقريبا بالظبط 3 مرات. ومرة من المرات دي بقى وانا رايح لها حصلت لي مشكلة كبيرة جدا جدا. لقيت الكلاب بتاعت الجيران عمالة تعوي وتعوي، ومعنى ان الكلاب بتعوي يعني في حرامي جاي يسرق البهايم. لما دخلت عندها فضلت الكلاب تعوي، وطبعا الجيران سمعوا صوت الكلاب، ومعناها ان في ايه، ان في البهايم بتتسرق وان في حرامي، والبلد كلها اتلم. حتى اخويا ذات نفسه ابن الكلب لقيته واقف وسط الناس وعمال يزعق علشان خاطر الحرامي اللي جاي يسرق البهايم. وفضلت انا وهي جوه البيت مرعوبين من الفضيحة. والأول مرة كنت بشوفها خايفة، كنت بحس ان هي فيها سنة بجاحة كده مش طبيعية. المهم لقيتها ايه، مش عارفة تعمل ايه وقتها. جات لي فكرة وقلت لها بصي، انا هعمل نفسي فعلا ان انا حرامي وهسرق معزة، وانتي عليكي بس ان انتي تصوتي وتقولي الحرام اخد المعزة. وجري، وفعلا نطيت من على السور اللي كان قصير قوي، والسور ده كان بيودي اللي ورا على زرعة كلها قصب. وطلعت اجري وسط الزرع، وفعلا هي فضلت تصوت وتقول الحرامي اخد المعزة وجري. والناس كلها فضلت تجري ورايا ويضربوا نار، حتى اخويا نفسه كان بيجري ورايا ويضرب بالنار. وبعد كده رحت سايب المعزة وطلعت اجري وقتها. طبعا خدوا المعزة وفرحوا ورجعوها لها، وانا طلعت اجري لحد ما دخلت بيتنا من ورا. ورحت مغير بسرعة الجلابية علشان محدش ياخد باله، وطلعت لاخويا الصغير وقلت له في ايه. قال لي ده الجيران عندهم حرامي، واهل البلد كلهم راحوا علشان سرق المعزة. وطلعت الشارع وانا واقف لقيت الناس كلها بتمشي، وهي طبعا بصت لي وضحكت. ولقيت اخويا الكبير بيبصلي بصة غريبة جدا جدا. بس اليوم ده ما كلمنيش ولا قال لي اي حاجة. وبعد كده رحت البيت تاني يومها، وانا رايح زي كل مرة، وانا رايح شغلي وراكب الحمار، ولقيت حماتها بتنده عليا وبتقولي تعالى تعالى شفت اللي حصل لنا. وقعدت تحكيلي على القصة بتاعت الحرامي والمعزة، وهي عمالة تبصلي من تحت لتحت. لكن في اليوم ده بقى حصلت حاجة خلتني اتغيرت تماما من ناحيتها. طلبت مني الست العجوزة ان انا اكتب جواب لابنها، وجابت ورقة وقلم وخلتني اكتب له. وانا قاعد كده جه في بالي جوزها اللي متغرب علشانها، واللي هو اصلا مسافر علشان يجيب لها اللي هي بتتمناه واللي هي عايزاه، وهي بتخونه معايا. وحسيت وقتها ان انا بقت نظرتي لنفسي نظرة كلها اشمئزاز وقرف. حتى هي احتقرتها، وكنت متضايق جدا من نفسي ومن اللي انا عملته معاها. ولقيت وقتها حماتها بتقولي ان انا عايزاك تروح الاسبوع الجاي معاها علشان خاطر تصرف الحوالة من البنك من المدينة، يعني من المركز وكده. قلت لها ماشي. عدى الاسبوع بسرعة، والاسبوع ده انا كنت قرفان من نفسي، لكن برضو ما كنتش ندمت على الموضوع زي ايه، زي دلوقتي. رحنا البنك وخدت هي دور، وفضلت انا واقف برا مستنيها، وقعدت على قهوة. ولما خلصت هي قبل ما تيجي على طول لقيت واحد بيعاكس بنت زي القمر، كانت ماشية قدامي وعمال يقول لها ألفاظ ملهاش لازمة يعني. فانا رحت واقف للولا ومزعق له، وهو وقلت له انت ما تعرفش دي مين، دي بنت عمي. وكنت بزعق بصوت عالي علشان كنت عايز البنت تبصلي، لانها بجد خطفت قلبي وارتحت لها قوي، مع ان انا معرفهاش واول مرة اشوفها. بعد ما مشي الولد اللي كان بيعاكسها لقيت البنت جاية وبتسلم عليا وبتقولي هو حضرتك تعرفني بجد؟ قلت لها لا، بس احب اتعرف. فضحكت وقالت لي لا بجد، اصل انا سمعتك بتقوله ان انت ابن عمي. فقلت لها ان انا قلت كده علشان بس الولاد دول يمشوا والولد ده يسيبك في حالي. ولسه ما كملتش كلام معاها ولقيتها طلعت لي من جوه وقالت لي يلا احنا خلصنا. وراحت سألاني مين البنت دي. طبعا البنت اتكسفت ومشيت. قلت لها لا، دي واحدة بتسأل على عنوان، وانا اصلا معرفش حاجة هنا.
ومشيت وسابتني. وبعد كده بقول لها يلا علشان انا عايز اروح بجد، كنت مش عايز اقعد معاها ولا عايزة اطول معاها. ولقيتها بتقولي لا احنا هنريح في فندق هنا. فقلت لها فندق ازاي يعني؟ انتي نسيتي ان احنا مش متجوزين وان مفيش حاجة بينا؟ قالت لي لا ملكش دعوة، بس انت تعالى وانا هتصرف. وفعلا رحنا على فندق يعني على قده كده، مش قد كده. ودخلنا ولقيت المدير وكأنه عارفها، ادالها مفتاح الأوضة وطلعت وفتحت الأوضة عادي جدا. ودخلت وخدت دش وعملت ميك اب ولبست حتة قميص نوم أزرق تحفة. وحسيت ان هي عروسة ومتزينالي وان انا عريسها. والصراحة ان الشيطان برضو زينهالي وقتها. وحصل اللي حصل، لكن لما دخلت علشان خاطر اخد دش قبل ما انام شوية حسيت بالقرف والاشمئزاز. وافتكرت ان انا لسه دلوقتي حالا كنت معاها علشان بتسحب حوالة الزوج اللي هو جوزها اللي متغرب ويعمل كل ده علشان خاطرها. وتخيلت نفسي لو انا مكانه، هحب ان مراتي تعمل كده؟ هقبل على نفسي كده؟ هقبل على عرضي وشرفي ان حد يجي عليه ويدوسه؟ ساعتها كنت عايز انزل باي شكل. اول ما طلعت من الحمام قلت لها يلا البسي عشان نمشي. ولبسنا ونزلنا ولقيتها وقفت مع المدير واديت له فلوس، بس معرفش قد ايه الصراحة. واحنا ماشيين لقيتها بتقولي يلا علشان نتغدى. قلت لها يا ستي انا عايز اروح. قالت لي لا هنتغدى يعني هنتغدى. ودخلنا مطعم وجابت اكلة كباب وكفتة وكلنا بصراحة وشبعت. وكنت عايز ان انا اللي احاسب. لقيتها بتقولي والله ما انت دافع حاجة، وراحت دافعة هي الفلوس. انتوا متخيلين الموقف في الدنيا عاملة ازاي؟ بعدين كنت عايز اروح وقلت لها يلا بقى علشان نروح، هو في حاجة تانية؟ قالت لي لا تعالى اما نقعد في كذا وكذا ونشرب حاجة ونقعد نتكلم مع بعض شوية. وبعدين واحنا قاعدين بنشرب الحاجة لقيتها عايزة تمشي وبتقولي نص ساعة وأجيلك، أصلا عايزة أجيب لك هدية. قلت لها يا ست أنا مش عايز منك هدايا ولا عايز حاجة، أنا عايزة أروح. وقعدت أتكلم معاها ولقيتها بتقولي أنت وشك متغير كده من وقت ما نزلنا من الفندق، مالك فيك إيه؟ فكنت عايز أفتحها إزاي إن أنا مش عايز أقابلها تاني ومش عايز أعرفها ومش عاجبني اللي بيحصل بيني وبينها ده. والموضوع بالنسبة لي بجد بقى مقرف، فما كنتش عارف اجيبها لها ازاي. المهم جابتني وقتها برضو وانا بكلمها وقالت لي استنى نص ساعة وجاية. مشيت وجات لقيتها جايبة خاتم دهب بتديهولي وبتقولي خد الهدية دي ليك. قلت لها انا قلتلك ان انا مش عايز حاجة منك اصلا، ومش عايز منك فلوس ولا يحزنون ولا هدايا. قالت لي ليه لا بس انا عايزة اديك هدية. قلت لها وانا مش عايز هدايا. وجه في بالي أكلمها على موضوع المدير اللي كان بيتعامل معاها وكأنه عارفها. فسألتها هو انت بتروحي هناك كتير؟ أصل الراجل ده عارفك. طبعا كدبت عليا وقالت لي ان انا معرفوش، دي واحدة صاحبتي هي اللي عرفتني عليه، لكن انا عمري ما روحت الفندق ده قبل منك. طبعا ما صدقتهاش وكنت قاعد عمال افكر اخلص منها ازاي واخرج نفسي من العلاقة اللي انا دخلتها الغلط دي ازاي. ما بقيتش عارف اعمل ايه وبجد كنت محتار. فبعدين سألتها على جوزها وقلت لها انت ليه مش بتحبي جوزك؟ حكت لي ان هي ما وافقتش عليه ولا حد اصلا خد رأيها، وان هي اول مرة تشوفه وكان يوم كاتب الكتاب، وان هي مش بتحبه. وحلفت لي ان هي بتحبني وقالت لي انت مفكر ان انا بعمل كده معاك علشان خاطر بعمل مع اي حد كده؟ لا، انا بعمل كده معاك علشان بحبك، واللي انت عايزه كله ممكن اعملهولك. عايز فلوس عايز اي حاجة هعملها لك علشان خاطر انا بحبك. قلت لها ازاي مش صعبان عليكي جوزك؟ يعني كان صعبان عليا رغم ان هو مش جوزي، بس حطيت نفسي مكانه وما عندهاش اي احساس بالذنب ولا متضايقة ولا في دماغها جوزها نهائي، ولا غربته ولا شقاه ولا تعبه ولا شرفه ولا عرضه ولا أي حاجة. فحسيت إن هي قد إيه إن الست دي مش كويسة وخاينة وخبيثة وغدارة كمان، ست ما تتعاشرش، دي شيطانة. وحسيت بغلطي بالصراحة وقتها. ولما قلت لها إن انت جبتي الهدية دي منين،
اللي طبعا هي مصرة اللي هي تديهالي لآخر لحظة. لقيتها بتقولي جبتها من فلوس الحوالة اللي لسه مبعوتالي، فلوس الحوالة اللي من جوزك اللي شقيان ومتغرب علشانك. وقتها قلتلها يلا يلا بينا علشان ان انا عايز اروح. وقمنا ومشينا، وطول الطريق كنا ساكتين وما كناش بنتكلم. قرب كده ما وصلنا ناحية البيت بتاعها، لقيتها بتسألني هتشوفني تاني امتى. وانا قلت لها مش عارف، انا تعبان ومخنوق وبلاش نتكلم دلوقتي في الموضوع ده. دخلت البيت بتاعها وانا روحت على طول. واول ما دخلت لقيت اخويا الكبير بيقولي علشان عايزينك. دخلت لقيت عيلتي كلها متجمعين عندنا في المنظرة، وبيقولولي ان احنا عايزينك، وبيبصولي بص عمرهم ما بصوهالي قبل كده. بصيت باشمئزاز على قرف، ولقيت عمي الكبير كده بينده عليا وبيقولي تعالى. رحت وقفت قدامه، وراح سألني كلمتين: ايه اللي بينك وبين مرات ابن الجيران؟ فقلت له مفيش حاجة بيني وبينها. وراح قايم قدامي وراح لطشني بالقلم، وراح قايل لي احنا عارفين كل حاجة. وراح اخويا الكبير قال لي ان هو عارف كل حاجة من يوم موضوع الحرامي بتاع المعزة، بس كنا بنراقبك وانت النهاردة عملت كذا وكذا وكذا، ورحت في الحتة الفلانية والحتة الفلانية، واحنا لينا هيبتنا وكرامتنا وسط الناس، ومش انت اللي هتيجي تبوظ هيبتنا. ولقيت عمي بيقول لي ان انت عارف ان كما تدين تدان، ولو عملت اي حاجة ربنا هيردها فيك وهينتقم منك انت منها فيها يوم من الايام. هو انت مش فاهم يعني ايه الصح والغلط والحلال والحرام؟ وفضل يأنب فيا بالكلام وانا اصلا كنت على تكة، وفعلا حاسس بالذنب وما كنتش عارف اعمل ايه. بس كدبت عليهم وقلت لهم ان انا ما عملتش معاها حاجة وحشة، وان ما فيش بيني وبينها حاجة اكتر من اللي هم شافوها. وما قلت لهمش طبعا ان انا نمت معاها ولا اي حاجة من دي طبعا. هم ما صدقوا، وراح عمي شخط فيهم كلهم وراح قال لهم حد يجيب لي حبل. جابوا حبل وكتفوني، وقال لهم الكلب ده هيفضل مرمي كده في وسط الحوش وسط البهايم علشان يتعلم الأدب، ولو هو بقى مش متربي هربيه من أول وجديد. وفعلا دخلوني وسط البهايم وسابوني ومشيوا. وفضلت أعيط وافتكر كل اللي أنا عملته، وكنت متغاظ جدا من نفسي وإن أنا سبت نفسي ليها، وكنت متضايق منها ومن خبثها الشيطانة اللي جرجرتني للغلط. وفضلت أفكر وأستغفر طول ما أنا قاعد لحد ما نمت وأنا بعيط. صحيت على أذان الفجر وأنا لسه متغاظ ومهموم، وعمال أستغفر ربنا علشان ربنا يسامحني ويقبل مني توبتي، لأن فعلا ندمان على اللي حصل. كانت أمي وقتها داخلة تحلب الجاموسة، ولما دخلت لقيتني بتقولي مش حرام عليك يا ابني ترضى حد يتعدى على ولاياك زي ما انت عملت كده؟ ازاي تسيب نفسك للشيطان؟ ازاي تعمل مع واحدة كده وهي متجوزة؟ يا ابني حرام عليك. يرضيك اللي انت عامله في نفسك ده؟ يرضيك شكلك قدام الناس؟ يرضيك هيبتنا وكرامتنا؟ حرام عليك يا ابني ربنا. قلت لها يا امي عايزك تفكيني. قالت لي انا مستحيل افكك، عمك هو اللي هيفكك. ويا دوب امي طلعت وانا عمال اعيط واستغفر وزعلان، دخل عليا عمي وبصلي وقال لي انت عارف لما حد يضيع هيبتنا وكرامتنا ايه ديته عندي؟ طلقة. وكان ماسك وقتها البندقية بتاعته. قال لي هي طلقة في دماغك، وما خليش حد هنا ولا يهنا ولا يهين كرامتنا. انت قدامك حل من الاتنين. طبعا عمي بيكلمني وانا باصص في الارض، لان انا فعلا خجلان من اللي انا عملته. قال لي يا اما تتجوز بنت عمك وتعيش في ضواحي البلد، يا اما تسافر اي بلد بره تشتغل فيها، وانا هجهز لك الاوراق بتاعتك وهديك كل الفلوس اللي انت عايزها. فقلت له حاضر يا عم، حاضر انا هسافر زي ما انتم عايزين، بس بلاش اتجوز حد واظلمه وانا مش عايز. قال لي المهم ان انت تمشي عادل، انا ما عنديش مشكلة. فكني يا عمي وطلعت فعلا، ولقيت امي بتحضر لي الشنطة وقالت لي استحمى، واستحميت. وكانت محضرة لي الاكل ومرضتش اكل علشان ما كانش ليا نفس. وخدت مني امي الشنطة ولقيتها بتديني ظرف فيه الفلوس، وقالت لي استناهم علشان هما في المنظرة هيدوك فلوس تانية، وما تقولهمش ان انا اديتك الفلوس دي
او اقول لهم المهم عندي ان انت ما تبقاش محتاج حاجة. ما كانش حد بيكلمني، ولا اخويا الكبير ولا مراتات اخواتي ولا اخواتي البنات، كل العيلة بتعاملني معاملة وحشة جدا وبيبصولي بصة وحشة. هما اللي كانوا بيكلموني امي واخويا الصغير. طلعت فعلا المنظرة وادوني فلوس، وقالوا لي هتروح المدينة هتجهز اوراقك، واي حاجة عايزها هتقول لنا عليها واحنا هنجهزها لك من وقت للتاني لحد ما تخلص كل حاجة. وفعلا مشيت من البيت وانا زعلان وقرفان على اللي حصل، وزعلان وندمان اصلا ان انا عرفتها وكلمتها. رحت المدينة ورحت الفندق اللي هي عرفتني عليه، ودخلت هناك وحجزت اوضة، ولقيت الراجل بيقولي 50 جنيه، 50 جنيه في اليوم. قلت له ماشي. قال لي البطاقة. قلت له اشمعنى المرة دي يعني؟ سألت على البطاقة، راح قال لي لما هو من غير بطاقة يعني 300 جنيه. وفهمت اليوم ان انا وهي رحنا فيه ان هي ادت للراجل 100 جنيه او 300 جنيه. وطلعت الأوضة ونمت وانا زعلان وتعبان وقرفان من تاني. وتاني يوم بدأت ان انا اروح علشان خاطر اخلص الاوراق بتاعتي، وطبعا دي هتاخد وقت، وانا كنت بعملها على مهلي. كل يوم كنت بروح اعمل حاجة، اقعد على القهوة اشرب قهوة، وبعد كده انتظمت في الصلاة. بقيت اروح الجامع واقعد اصلي واستغفر وادعي ربنا ان ربنا يقبل توبتي. وكنت ساعات بقعد اكلم نفسي هو ممكن ربنا يسامحني بعد كل اللي حصل ده؟ لحد في مرة من المرات قابلت شيخ كبير في السن، سبحان الله لقيته قدامي وانا بكلم نفسي. فلقيته بيقولي مالك يا ابني، انت تايه، انت مهموم، انت محتاج فلوس؟ قلت له لا والله يا شيخ، انا الحمد لله معايا فلوس. وقعدت اسأله حاجات كلها في الدين، وسألته هو ممكن ربنا يقبل توبتي او توبة اي حد على اي غلطة هو عملها؟ وقال لي انت ايه يا ابني، ايه اي حاجة عملتها حرام ربنا سبحانه وتعالى بيغفر، اهم حاجة ان تكون نيتك خالصة لله. ريحني كلامه ولقيتني ارتحت. ولما ارتحت حكيت له كل اللي حصل معايا، كل حاجة بالتفصيل. كنت زعلان من نفسي وقرفان من نفسي، وطول ما انا بحكي له عمال بستغفر وبستغفر لحد ما خلصت. ولقيته بيقول لي بص يا ابني، ربنا بيقبل التوبة عن اي حاجة، اهم حاجة تكون التوبة نصوحة وتكون فعلا ناوي ان انت ما تكررهاش تاني. ابعد عنها، وهي كمان ربنا يهديها لجوزها ويهديها لنفسها ويبعد عنها شيطانها، لان هي انسانة مش كويسة. وربنا يهدينا جميعا يا رب. خرجت من الجامع وانا مرتاح نفسيا جدا جدا لكلام الشيخ، وكنت مبسوط قوي بصراحة من اللي هو قاله. رحت على الفندق، وتعرفت بعد كده على كل الناس اللي في الفندق، وبقى بيني وبين صاحب الفندق والمدير صداقة. وفي مرة من المرات لقيته بيسألني على الست اللي أنا رحت معاها قبل كده، وقال لي أنت تعرفها منين؟ فقلت له مش مهم، مش مهم أعرفها منين، كنت أعرفها وخلاص. وسألته عنها هي كانت دايما بتروح الفندق ولا لأ. فلقيته بيقولي إن هي كانت بتيجي كل فترة، وكل مرة واحد شكل، وإن هي كانت بتديله 300 جنيه في اليوم وهي اللي بتدفع، ومفيش مرة من المرات الراجل اللي معاها هو اللي دفع. وقال لي إن هي من ساعة ما جت معايا وما راحتش الفندق خالص مع أي حد تاني غيري. وعرفت وقتها اللي هي كانت بتحطني فيه، واللي أنا عملته في نفسي قد إيه، وقد ايه ان هي انسانة خاينة وخبيثة وبتصرف فلوس جوزها على ملذاتها. واحتقرت نفسي اكتر واتضايقت من نفسي اكتر واكتر. وزي ما كنا متفقين انا واخويا، اخويا جالي بس المرة دي كان اخويا الصغير، وجي واداني فلوس وسألني عملت ايه في الورق بتاعك. وقلت له ان انا قربت خلاص اخلص، وان هو يقول لعمي ان انا قربت تقريبا وخلصت الورق، وبشوف هو عايزني اعمل ايه علشان اعمله. ووقتها اخويا قالي ان الست الفلانية سألتني عليه، وانا قلت لها ان انت مسافر. وطبعا بصراحة انا زعلت ان هي اصلا سألته عليا. انا عايزها تنساني وعايز نفسي اخرج من الموضوع ده كله. المهم رحت القهوة بعد ما اخويا ما مشي، ووصلته وصليت ورحت البيت. واتفاجئت ان انا اول ما فتحت الباب اوضتي لقيتها نايمة على السرير ولابسة قميص نوم ومستنياني.
ما بقتش عارف هي عرفت مكاني ازاي. سألتها ما بتردش عليا. اول ما شافتني اتعلقت في رقبتي وبتقولي انت ازاي تسيبني وازاي هونت عليك تبعد عني بعد ما حبيتك؟ انت فاكر نفسك هتسيبني بسهولة؟ دي مين دي اللي اخدتك مني؟ قلت لها يا ستي محدش اخدني ولا حد عملني. اهلي مش ساكتين من ساعة ما عرفوا وتأكدوا بالحكاية بتاعتي. كانت هي بتفكر ان انا ممكن في يوم من الايام اتجوزها. كانت عايزة تسيب جوزها وانا اتجوزها، وانا فهمتها ان اهلي لو عرفوا ولا شموا خبر بس ان انا بيني وبينها حاجة مش هيسكتوا. وقلت لها ان هو ده فعلا اللي حصل. قالت لي لا انا عايزة افهم ايه اللي حصل بالظبط. وما كانتش راضية تلبس هدومها غير لما تعمل معايا كده. وانا نرفزت عليها ومسكت لها سكينة وقلت لها والله لو ما قمت دلوقتي لقتلك. قالت لي ماشي بس عايزاك تبوسني بوسة واحدة. وقلت لها يا ستي يلا بينا ابوس ايديكي، انا عايز امشي من هنا. كان كل همي ان انا اخدها ومش عايز فضايح في الفندق. وانا نازل لقيت المدير بتاع الفندق بيقول لي النهارده 300 جنيه. قلت له ماشي بس ارجع لك، لان انا كنت عايز اعرف ازاي مدير الفندق يخليها تدخل اوضتي. فكان كل شكي ان الراجل ده هو اللي قال لها، وان هو يعرفها معرفة قوية، مش موضوع مدير فندق ولا حاجة. رحنا الكازينو ولقيتها بتقولي تشرب ايه؟ قلت لها يا ستي ملكيش دعوة، انا اشرب اللي انا عايزه من فلوسي. وقعدت تقولي طب ايه اللي خلاك تبعد عني؟ حكيت لها اللي حصل وقلت لها ان انا عايزها تتوب. وقعدت تقولي انت هتعمل نفسك شيخ عليا؟ هو انت دلوقتي عرفت ربنا؟ عرفت ان انا بتكلم مع واحدة شيطان ما تعرفش يعني ايه ربنا ويعني ايه الحلال ويعني ايه حرام. ما هياش حاسة حتى بجوزها واللي هو فيه، ما هياش فاهمة الكلام اللي انا بقوله لها، ان انا مستحقر نفسي وان انا اللي احنا عملناه ده غلط. فقعدت تقولي لا ما هو انا مش هسيبك ومستحيل ابعد عنك. قلت لها وانا مستحيل اغلط تاني. قالت لي ما انت خلاص غلطت اول مرة. قلت لها لا انت اللي جررتيني وانت اللي بدأتي لكن انا عمري ما بدأت بحاجة وما عملتش حاجة غير لما انت اللي بدأتيها معايا. وكنت بهدد ان انا عندي استعداد اكتب جواب لجوزها واحكي له اللي حصل. قالت لي يعني انت متأكد ان انت تقدر تقول لجوزي ان انت نمت معايا؟ قلت لها اه. قالت لي خلاص اعمل اللي انت عايزه بكل بجاحة. وردها كان بارد قوي. ولقيت نفسي بتكلم مع واحدة بجد مش طبيعية، شيطانة. هي اصلا ما هياش الست دي، شيطانة في صورة ست. واحنا لسه بنتكلم مع بعض لقيت عمي واخويا الكبير طابين عليا. انت مفكر ان احنا مش هنعرف عنك اللي انت بتعمله؟ هو انت علشان في المدينة وفكرنا مش هنحس بيك ولا هنشوفك؟ وهاتك يا زعيق. وبعدين لقيتها بتقولي في ايه مالك؟ انت بتزعق كده ليه؟ قال لها انت عايزة منه ايه؟ قالت له معرفش والله، ابنكم اللي بعتلي علشان خاطر هو عايزني وقال لي عايزك في حاجة ضروري، وجيت علشان اشوفه هو عايز مني ايه. راح باصص لي عمي كده. قلت له يا عم دي كدابة، انا والله ما بعتلها. راحت قايله له ايه؟ وانا دلوقتي لو هو ما بعتليش هعرف مكانه غطسان فين؟ ده بقاله فترة معرفش مكانه فين. بس على العموم كويس ان انت جيت يا عمي علشان لازم تعرف. راح عمي قايل لها احنا عارفين وربنا يستر على وليان. قالت له لا انت لازم تعرف ان انا حامل من ابن اخوك. وشوفولي الصرفة بقى في الموضوع ده. وقتها انا حسيت ان انا هتشل بجد، هيغمى عليا. عمي تنح واخويا وشه اصفر وما بقناش عارفين نتكلم ولا نرد نقول ايه. فعمي قال لها حامل ازاي يعني؟ قالت له حامل يعني حامل وعايزاك تتصرف وتصرف لي في الموضوع ده، ابوس ايديك وحياة عيالك تسترها عليا. وطبعا بتعيط بس دي دموع التماسيح. انا مستحيل اكون الست دي حامل مني. وبعدين انت تعرفي اكتر من واحد، وش عرفني ان انت حامل واللي في بطنك ده مني ولا من مين؟ ولقيت عمي بيقول لها انت لازم تنزلي اللي في بطنك، انت الناس كلها عارفة ان جوزك مسافر، ازاي اصلا هتظهري قدام الناس وانت حامل؟ ده هتبقى فضايح. قالت له لا اصلا انا لو نزلت الجنين ده خطر على حياتي ومش هينفع. قلت لها بنقولك ايه، انا ما عملتش معاكي حاجه واثبتي ان العيل ده ابنك. راحت معيطه وراح عمي مزعق لي وقال لها
روحي انت دلوقتي وبعدين نشوف حل للموضوع ده. انا هحاول اشوف دكتور كويس ونعرف موضوع الاجهاض ده، وكل الحاجات دي هنشوفها لما نروح، بس انتي امشي دلوقتي. قالت له ماشي، وقامت وهي ماشية بصت لي بصة كلها خبز، ومشيت وغارت في داهية. لقيت عمي بيزعقلي واخويا وبيقولي عاجبك كده؟ شوف انت وصلتنا لفين. وقعدت احلف لهم ان انا ما بعتلهاش ولا حاجة، وان الست دي تعرف اكتر من واحد غيري. بس اخويا وقتها قال لي كلمتين وهو عنده حق. قال لي لو ما كنتش عملت علاقة معاها كنا هنبقى في غنى عن كل ده، حتى لو الواد ده مش ابنك ولا حاجة، بس انت دخلت نفسك في الوحلة، ولو امك تعرف ممكن يجرالها حاجة وهتكون انت السبب. وبقينا بجد مش عارفين نعمل ايه. قعدت اقول لعمي طب تعالى يا عمي، تعالى نكلم الشيخ علشان تعرف ان انا تبت. والله العظيم انا تبت وبعدت عنها، وبجد مش عايزها ولا عايزة اعرفها تاني، وبدعي ربنا كل يوم ان هو يسامحني. عمي قال لي انت ملكش قعاد تاني في الفندق ده، ولازم تمشي وتسيبه. وفعلا رحت دفعت الحساب وخدت حاجتي ونزلت. بس عمي سأل الراجل اللي شغال في الفندق وعرف مكان سمسار لشقق مفروشة، وقال لي انت لازم تأجر شقة وتقعد فيها الفترة دي وسيبك من الفنادق خالص. وفعلا رحنا على منطقة هادية كده، وأجرت فعلا شقة مفروشة، وطلعت وحطيت حاجتي ونزلت أصلي في الجامع وأدعي ربنا سبحانه وتعالى إن هو ينجدني من المصيبة اللي أنا بقيت فيها دي. وفعلا لما رحت أصلي وشفت نفس الشيخ تاني اللي كان بيتكلم معايا، وقعدت وحكيت له اللي حصل، وقال لي لا حول ولا قوة إلا بالله، ونصحني إن أنا ما سيبش الصلاة أبدا، وإن أنا أتمسك باللي أنا فيه. وقال لي خليك زي ما أنت، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيفك من الضيقة اللي أنت فيها دي. وروحت البيت وانا مهموم وزعلان ومش عارف اعمل ايه. وانا ماشي بعد ما جبت شوية طلبات وكنت طالع الشقة، لقيت حد بينادي عليا، فببص ورايا لقيت نفسي البنت اللي انا شفتها قدام البنك، وسألتني انا بعمل ايه هنا. وقلت لها ان انا مأجر شقة هنا علشان خاطر بخلص شغل في البلد. فضحكت وقالت لي طب الشقة ديت فين؟ وشاورت لها على العمارة اللي انا فيها. فقالت لي ده عمارتنا وبابا مسكن الدور التاني مفروش علشان خاطر يساعد على المعيشة. قلت لها الحمد لله ان احنا بقينا جيران، وهزرت معاها وطلعت على فوق وخلاص على كده. لكن على اخر اليوم بالليل لقيت باباها بيخبط عليا. فتحت الباب ولقيته بيقولي انا متشكر جدا على اللي انت عملته مع بنتي، وقال لي ان بنته حكت له اللي حصل واللي انا عملته عشانها. وقلت له دي حاجة عادية يعني مش محتاجة شكر ولا حاجة. قال لي لا انت لازم تتغدى معانا ان شاء الله بكرة، واوعى تتغدى بره، واعمل حسابك ان انت تتغدى معانا. قلت له ماشي. وفعلا نمت، وتاني يوم صحيت ونزلت ورحت الجامع وصليت وقعدت على القهوة شوية. وانا طالع لقيتها بتنادي عليا وبتقولي ان الغدا جاهز. ودخلت ولقيتهم عاملين سفرة جميلة قوي، وكلت وحسيت بجد ان الناس دي طيبة قوي. وكانت مامتها كل شوية تبصلي وتضحك وهي كمان. وسألتني عن الست اللي أنا كنت معاها عند البنك، وقلت لها إن هي واحدة قريبتي كانت جاية تعمل ورق في البنك وأنا كنت معاها. وبعد كده لقيت باباها بيقولي هو أنت إيه اللي خلاك تسيب الأرياف وتيجي عندنا المدينة؟ فقلت له إن أنا مأجر الشقة مفروشة علشان بس بعمل شوية ورق، علشان خاطر عايز أعمل محل كاوتشات سيارات وكده. وما قلتلوش السبب الحقيقي طبعا، وكذبت عليه. في وقتها هي عرضت عليا ان في محل عند بابا ان انا اخده منه، وقلت لهم ماشي. وخلصت القعدة كلها والكلام وطلعت بس بصراحة ما كنتش فايق خالص، وكنت مهموم وحزين، وكان نفسي اعرف ازاي اخلص من الست دي وازاي ابعد عنها. وحسيت بالندم اللي انا معرفش البنت الجميلة دي قبلها، وكان نفسي ما يبقاش عندي مشاكل ولا اكون في حوار اللي انا فيه ده، ولا في القصة اللي انا فيها والمشكلة الكبيرة دي، وتكون حياتي غير كده خالص. وقتها ما كنتش هفرط في البنت دي ابدا من جمالها وادبها وادب اهلها. لكن اللي وحلت نفسي فيه الوحلة دي، دخلت نفسي في قصة مش عارف هتوديني على فين، ومش عارف اعيش حياتي ازاي. ما انا مش عايز ومش عارف اعيش ازاي زي اي شاب، وعايز اتجوز
وضيعت نفسي بمعنى أصح. وبعد ما طلعت البيت بعد ما لفيت كتير وكنت تعبان جدا، أول ما الساعة جت 10 لقيت الباب بيخبط، وفتحت الباب لقيت الست بنت مش عايز أغلط في وش الست الخاينة الخبيثة، معرفش بتعرف مكاني منين. قعدت أصوت في وشها وأقول لها يا ست انت بتعرفي مكاني منين؟ قالت لي ما تزعقش بس، انا عرفت من السمسار. طب عرفت السمسار منين؟ قالت لي من الراجل اللي شغال في الفندق. تحس ان هي عارفاه وعارفة كل واحد في الفندق وبتعرف كل حاجة هي عايزاها. دخلت الشقة من غير ما تستأذن وقعدت تتفرج وقالت لي انا عايزة اعرف مين اللي واخداك مني دي؟ مين هي يعني؟ شكلها ايه؟ احلى مني في ايه؟ بتديك ايه اكتر مني؟ هي حاطه في دماغها اللي بعدني عنها واحده ست، ومش مصدقه موضوع عمي واهلي. مش عارف ليه وقفت قدامي وانا غير ما احس لقيت نفسي بصوت وبصرخ في وشها وانا بزعق لها وعمال اشتمها كل الشتايم اللي في الدنيا. وفجأة لقيت البنت اللي انا معجب بيها طالعة على السلم وبتقولي في ايه وبتسلكنا من بعض. فبعدين قلت لها مفيش حاجة. بعدين راحت بصلها وقالت لي ديت قريبتك اللي انت قلتلي عليها، هي دي اللي كانت معاك ساعة البنك؟ راحت قايله لها لا يا حبيبتي انا مش قريبته، ده انا مراته، بس هو زعلان مني وانا جاي علشان اصالحه. البنت بصيت لي حتة بصة مش قادرة انساها لغاية دلوقتي، وطلعت تجري ومشيت وسابتني وقتها. كنت منهار وفضلت اضرب فيها وفرجت الدنيا كلها عليها. طلع ابو البنت وقعد يقول لي ليه يا ابني كده؟ حرام عليك مراتك، صالحها بقى والموضوع انتهى لحد دلوقتي، ما تعملش مشاكل. وطبعا هو مش فاهم اي حاجة، وانا اقول له لا يا حاج خلاص هي هتروح دلوقتي، وهي تقول له بص يا حاج مش راضي يصالحني. وبنت الأبلسة بنت الشياطين ولقيته بيقول لي بص يا ابني انا هسيبكم مع بعض لحد الصبح، صفي امورك مع مراتك واياك تمشيها بالليل كده حرام عليك، الصبح يحلها الف حلال. وردت بس اهم حاجة انا عايز منك قسيمة الجواز علشان بيكون في تفتيش على الشقق المفروشة. قلت له ماشي يا عم خلاص، ونزل وقفل الباب. ورحت واقف قدامها وقلت لها بصي بقى، انا مش عايز فضايح ولا مشاكل هنا، انت هتقعدي لحد الصبح واول ما النهار يشقشق ما شوفكيش. انا مش عايزه اعرفك تاني يا ستي، انا مش عايزه اعرفك ولا عايز يكون ليا بيكي اي صله، ومفيش واحده ولا تانية ولا تالتة ولا رابعه، انا لا عايزك ولا عايز غيرك. راحت قايلالي ايه خلاص براحتك. دخلت الاوضه علشان تنام وانا اتوضيت وقعدت في الصاله وفضلت اصلي وادعي ربنا واستغفر انه يبعد عني المصيبه دي اللي انا فيها. وبعد ما نمت فتحت عينيا لقيتها بتصحيني وهي مش لابسه اي حاجه خالص، زي ما والدتها امها وبتقولي ان هي عايزه تنام معايا بس لاخر مره، وبعدها مش هتشوف وشي تاني ولا هبان قدامك خالص. طبعا كذابه وبنت 60. اول ما شفتها بالمنظر ده اتعصبت واتنرفزت ولقيت نفسي بتنطط وبصوت، ولقيت سكينه صغيره قوي محطوطه على الصف، خدتها ورحت ضاربها بيها ومعرفش ازاي نزف الدم، وقعت على الارض نزلت جري عند بيت الناس اللي تحت اللي هو صاحب